أخبار الإعلام الجزائري بعد إطلاق المغرب مشروع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مشروع بناء أكثر من 50 سد في أراضي المملكة المغربية، ومنها 30 سد كبير و20 سد متوسط الحجم من أجل توفير مياه الأمطار المخزنة. ويأتي هذا القرار بعد جفاف عدة سدود في الجزائر، مما أدى إلى أزمة مياه كبيرة في الجزائر، وهذا ما جعل المغرب يأخذ الحذر من أزمة مياه قد تعصف بالمملكة المغربية لا قدر الله. وكانت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أصدقائي ومتبعين قناة أخبار المغرب. نتمنى تكونوا بأفضل حال وانتم كتتابعوا معنا في هذا الفيديو. المهم الأصدقاء ديالي، ما نطولش عليكم بزاف وندخلوا في الموضوع ديالنا. فيديو جديد كما شفتوا في العنوان، وكما عودناكم ديما الإعلام الجزائري بغى يحماق وبغى يتسطى بعد بدء رسميا المملكة المغربية في بناء 50 سد جديد في الأراضي المغربية، وهذا ما تسبب في غضب كبير لدى الكبرانات. قال لك سيدي المغرب كيشف لهم الماء، وهاد السدود ما كيخليوش الماء يدوز للجزائر وكيبقى في المغرب. بطبيعة الحال هاد الهضرة ما كيتقبلهاش العقل، فالكبرانات ولفنا عليهم اي حاجة كتوقع في الجزائر كيقولوا بلي المغرب هو السبب فيها. الحمد لله المغرب بفضل التدبير الحكيم المرحوم الحسن الثاني في بناء السدود اليوم رغم الجفاف الذي ضرب جميع البلدان المجاورة للمغرب مثل الجزائر وتونس وموريتانيا، إلا أن المملكة المغربية لم تتأثر كثيرا بهذا الجفاف. فالمملكة المغربية لديها احتياطي كبير من المياه في السدود المغربية، واليوم نرى أن محمد السادس نصر الله يذهب على خطى المرحوم الحسن الثاني. المهم الإخوان ما نطولش عليكم بزاف، نخليكم مع الفيديو ونتلاقاو في نهايته إن شاء الله. بعد إطلاق المغرب مشروع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مشروع بناء أكثر من 50 سد في أراضي المملكة المغربية، ومنها 30 سد كبير و20 سد متوسط الحجم من أجل توفير مياه الأمطار المخزنة. ويأتي هذا القرار بعد جفاف عدة سدود في الجزائر، مما أدى إلى أزمة مياه كبيرة في الجزائر، وهذا ما جعل المغرب يأخذ الحذر من أزمة مياه قد تعصف بالمملكة المغربية لا قدر الله. وكانت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله نظرة ثاقبة بخصوص عملية بناء السدود على خطى الحسن الثاني رحمه الله، والذي جعل المغرب من بين أكثر الدول في بناء السدود والتي توفر احتياجات المغرب من المياه الصالحة للشرب. وهذا ما أدى إلى غضب كبير من الإعلام الجزائري بسبب عدم قدرة الدولة الجزائرية في توفير المياه الصالحة للشرب للشعب الجزائري، والذي أصبح يعاني من أزمة مياه خانقة، وذلك بسبب سياسة كابرانات الجزائر الفاشلة، والتي تستورد الأسلحة بأموال طائلة ولا تبني سدود لتوفر احتياجات الشعب ولا الجزائري. تاعنا راه يتسربي غير في البارتمانت باطل، حنا عايشين باطل، الغاز باطل، التريسيتي باطل، الوا باطل. عارف فهمت لي كيفاش؟ والسكنة باطل وانتم ما عندكمش واش عارف عندنا حنا. انا متفق معك اخويا ساندرو. شوف قلت لك انت كتسكن في تيزي وزو. انا قبالي كيجي والزواه. الا جات على خاطرك، الا ممكن انت عندك 2000 ولا 3000، نشوفوا غير الشارع في تيزي وزو، غير الشارع، غير من الشرجم، اه غير من الشرجم الا كان ممكن، كما وراونا خوتنا، غير من الشرجم. نعم. ما تقدر تحل لنا الكاميرا من الشرجم نشوفوا واش شوف غير الشارع. خويا راني خدام انا دوكا. من خرج للزنقه، غير نشوفوا غير راني الشارع. خدام، راني في الشركه خدام، ما نقدرش نخرج خويا رضوان. ماشي مشكل نهائي يا خويا، الله يحفظك يا حبيبي، الله يسلمك. وعواشر مبروكه وعيد مبارك سعيد. وانتم في المغرب عندكم كيما حنا عيد المجاهدين اول نوفمبر 5 جويلية، عندكم انتم في المغرب ما كنعيدوش حنا، ما كنعيدوش. ما عندكمش مجاهدين كيما حنا؟ لا 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 لا. في هذه حنا خير منكم. هما حنا عندنا شغل، عندنا الاستقلال، عندنا المجاهدين ماتوا على البلاد. حنا نحبوا بلادنا ماشي كيما نتوما. لا ما عندناش، هو الغالب الله يغفر له. واش غنديروا معنا؟ ما نديروا. كيفاش ما عندكوش مجاهدين؟ ما عندناش المجاهدين. ما تجاهدتوش مع فرنسا بكري؟ لا صوتنا حنا، داروا لنا استفتاء، خديناها باستفتاء. وهذه راه خدينا الاستقلال باستفتاء.
حنا عندنا استقلال، حنا ولا عندنا مجاهدين يماتوا على البلاد. وغدوه ان شاء الله، غدوه ان شاء الله الجمعه 5 جويلية عندنا مشاريع كبار اللي راهم فاتحين الدوله تاعنا الحمد لله ورانا عايشين. حنا سكننا باطل حنايا، الحمد لله ما خصنا والو. الحمد لله سي ساندرو، الله يسهل عليكم اخويا، الله يحفظك. الله يسلمك. لا الحمد لله والله حنا رانا عايشين يا خويا رضوان، ما خصنا والو الحمد لله. عندنا الملاعب، عندنا السكنة باطل. تعرف شنو معناتها باطل؟ 20 سنة تولي 20 سنة تولي عندك من هنا 20 عام تولي ديالك باطل شغل سكن ايجار باطل، مليون سكن. من عندنا من تبون غدوه ان شاء الله عندنا مشاريع كبار وغدوه ان شاء الله الرئيس تاعنا الرئيس تبون راه جاي لمدينه تيزي وزو، راه يفتح الملعب تاع تيزي وزو حسين اي تحمد جديد 50,000 متفرج. اللهم بارك يا حبيبي، الله يزيدكم الخير اللي نتوما فيه. الله ما تحسدناش برك، الحسد والغيره ماشي مليحه. الخير اللي عندكم كتعيشوا فيه الله يدوموا عليكم خير، الله يدوم. ما تحسدناش برك. ندعي معاكم، بغيت النعمه اللي نتوما فيها دابا يا ربي الهنا تقطع عليكم. اسمع الحسد ماشي مليح، ما تحسدناش برك. الله اخويا لا من قلبي، الخير اللي انت تتعيش فيه دابا بغيتو تعيش فيه 30 عام اخرى. نسقسيك معليش رضوان حبيبي بيان سور، والملك تاعكم علاش ما يبانش في المغرب؟ علاش ما يبانش؟ هو غايب. لا هو كيخدم، حنا كيبان الوقيته اللي كيبغي يخطب كيبان في الشارع يوميا كنتلاقاو معاه. ما يبانش في الشارع. انا قالوا لي راه عايش في فرنسا. ايوا والله ما على بالي كاع ببلادو كاع. حارق ليه، حارق فرنسا، حارق فرنسا. ايوا والله حنا الرئيس تاعنا راه يبان كل يوم. كيبان حنا عندنا حارق مشى لفرنسا حرق. كيفاش الملك تاعكم ما يكونش مع الشعب تاعو؟ قلتي ما ساكنش معانا، قلنا لك مشى حرق. كي بغيتي نديرو معاك؟ قلنا لك تما هرب من بلادو. هرب الطاهر هرب. خليتوه يهرب خليتوه. واش غنشدوه صحه؟ تحياتي وصافي مشى هز حوايجو شطيطو وزاد هرب. ترى انت اللي هربتي دابا، انا ما هبطتكش. هرب راري بيه ما عندك ما دير راري بيه. واش غتبقى تشرح ليه تقول لي راه كنتلاقاو معاه في الشارع كيحبس معانا في السطوب في الفروج، مالك تيحبس ولدو تيحبس كيدوز بالطوموبيل، غتبقى تشرح له هادشي مخو غيتبلونطا. يقول لك واو كيفاش مالك تيخرج بالشارع معاكم في الطوموبيل؟ كيفاش انا يوميا كنجي مع الملك في لوطوروت يوميا. غتبقى تشرح له هادشي؟ ما غاديش تقول له مشى هرب. والله الا يوميا كتلاقى معاه في لوطوروت تبقى تشرح له هادشي. مشى هز حوايجو وزاد دابا ليزتو. ربي ما من هنا. هو الغالب الله خوتنا. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا اخويا تحياتي اخويا رياض. شكرا اخويا محمد. مرحبا. والله كان عندي واحد السؤال لو تكرمت انك جاوبتني عليه. جاوبني اعطيني شي تفسير ونجاوب خويا، ما عنديش المشكل. القانون عندك اني انا نجاوبك؟ وهذا قانوني ماشي مشكل. مرحبا. رايك في هذه؟ شنو هذه اكزاكت؟ هذه صوره في المغرب، هذه صوره من المغرب. كي جاتك هذه الحاله هذه؟ عادي. رايك في هذه المدينه المغربيه؟ انا اعطيني ملخص. انا كي راك دير لي انا ذوك روبورتاج هذا ولا شنو؟ هذوك دابا طلعتي عندي. انا غير غنسولك وجاوبني. رايك في هذه المدينه المغربيه؟ ما عندي حتى راي فيها. كي جاتك الحاله هنا؟ من حقي من مدش راي. ولاش طالع؟ انت راك درت لي روبورتاج هذا شنو؟ طالع الا طالع غتجاوب، الا ما هذا ولات لك مسرحيه هذه. جاوبني على هذا مالك خويا. كون درت لنا سبوره ولا داطاشو ونطلعوا معاك. ما عندكش الامكانيات. ما عنديش. ها انت شوف، ها هي الداخله. يا اخوان ندعموا في الروحي شويه. على الاقل يشري كرسي يدير داطاشو. داخله في المغرب.
الداخله في ما المغرب. تقلقش ما تقلقش، كالما فرح. الداخله غير اسمع، غير الداخله في المغرب، هذه مدينه الداخله، اه هذه مدينه السماره، هذه السماره. غودرون، كاين الغودرون، اكبر انجاز في المغرب هو الغودرون. نفس الشيء، نفس الاسطوانه نسمعوها. اذا سمعت مغربي يتكلم على البنيه التحتيه يوري لك الغودرون وتروطوار. هذه زيد ورينا رومبوان، زيد ورينا الرومبوان تاع العيون. واصبر انا نوريك. ها دوروا على كات كوتي، كل يوم يوري لك كوتي. هذه بوش دور، مم. هذه تاع بير قندوز، الغودرون هذه بير قندوز، او تروطوار. هذه بير ما قندوز، شاء الله. وهذه طنطان، هذه طنطان. طنطان، اي طنطان ثاني فيها الغودرون. ما شاء الله ما شاء الله بلاتي صبر، بلاتي صبر، ما باغي شاء نوريك، الله ما شاء نوريك الله الجزائر العاصمه، واعطيني فرق ما شاء الله. اسمع عندكم الغودرون. شوف، هذه ثمن راس، اسمع، قبل 10 سنين كان فيها الغودرون هذيك المنطقة؟ جاوبني فروحي. ثمن إيه راس. جاوبني دوك يا اخي نتفاعلوا والله، جاوبني دوك نمشيو للعاصمة ماشي مشكل. ما غاتقضي عليا، ماشي مشكل نمشي معك للعاصمة، انا شجاع عليك. قول لي قبل 10 سنين المنطقة هذيك فيها كان فيها الغودرون؟ قطع الميكرو واسمع، ثمن راس. بغيتي داتا شو، انا كندير لك داتا شو، قطع الميكرو وخليني نهضر. ما عندكش الامكانية تفرحي، حتى التكبيس وما عندكش. ثمن راس بشار، هبل فروحي، هبل تيندوف، هبل. تيزي وزو. الله يشافي الله يشافي الاخوان. ادعوا معنا، قولوا امين الاخوان، حتى المغاربه قولوا امين. دعوتكم يا ودي دعوتك سير انت غاتفرج، ما جاوبتي حتى حاجه، بارك عليك. انت فين غنبقاو غاديين معاك؟ ترى كندير، خليو لي ساكت. ربي معاه من هنا. السلام عليكم سي خالد. سيدي رضوان، مرحبا اخويا، رايك؟ لاباس عليك؟ كلشي مزيان؟ الله يحفظك. الراي ديالي اش غادي نقول لك؟ انت شوف، علاش هذه هكا وهذه هكا؟ الله، علاش هذه هكا وهذه هكا؟ علاش هاد الصحراء دايره هكا وهاد الصحراء دايره هكا؟ اخويا اش غادي نقول لك؟ المقارنه هي اش غنقول لك، هذا الشيء هذا كيبان لي الجزائر مشات بعيد وخلاتنا. لهذا انا بغيت نوصل لك واحد الميساج. هاد الناس باختصار، هاد الناس هادو هربوا علينا بزاف، وانت دابا هاد الشيء من الغيره ديالك بغيتي توصل للجزائر، ولكن لا جهد ليك. وحنا اخويا ما عندنا ما نديرو، ما عندنا الا الصبر، ونصبروا في هاد الامور اللي عندنا، ونسلموا امرنا لله. حيت الا دخلنا معاهم في هاد الامور هادي، هاد الناس غادي يسحبونا كنحسدوهم وسميو. حنا بغينا نوصلوا ليهم وصافي نكونوا بحالهم، هادشي اللي بغينا حنا. ما فهمتيني يا اخويا؟ حنا بغينا نوصلوا غير سميتو، ولكن في نفس الوقت سيدي رضوان، حنا ما غاديش نشهدوا بشي حاجه اللي غادي نعطيك واحد شويه وتعطيني شويه خاطرك. غادي نسمعك واحد الحاجه باش يعرفوا هاد الناس. دابا كنهضر سيريو وغادي نهضر بالمعقول، باش يعرفوا هاد الناس بان الفضائح ماشي عندنا حنا في المغرب، العالم كامل ساق ليهم الخبار. وواحد السيد ما هو مغربي ما والو غادي تسمع اش كيقول. لا سيدي رضوان، نزيد شويه الصوت. بلاتي سيدي رضوان، بلاتي واحد الثانيه، بلاتي. هذا معتز مطر. وي اكزاكتومون، اسمع اخويا باش يكتبون عن الجزائر ولكن لا يقولون الحقيقة الكاملة. أخبروهم أن كل شباب الجزائر يريد الهرب من أرض الوطن بأي طريقة. أخبروهم أننا وطن غني والشعب فقير. أخبروهم أننا نحن البلد الذي يقتل أبطاله ورؤساؤه زي بن مهيدي وكريم بالقاسم ومحمد بوضياف وقاسم مرباح، ثم نطلق أسمائهم على المستشفيات وقاعات الحفلات والسكنات العسكرية. أخبروهم أننا على وشك بناء ثالث أكبر مسجد في العالم، وأن المصلين سيشكون الفقر والمرض إلى الله. أخبروهم أننا لا نملك مستقبل ولا أمل ولا حياة في هذه البلد. أخبروهم عنا أننا هنا وأننا قد اغتيل منا الكثير. أخبروهم أننا بلد غني ولا نملك مستشفى.
ان في بلادنا حق الطبيب مسلوب وحق المريض مسلوب والتلميذ والمعلم والجندي حقوقهم مسلوب. اخبرهم اننا نملك 12 مليون عانس فوق سن ال 25. اخبرهم ان 11 مليون جزائري تحت خط الفقر. اخبرهم ان 70% من سكان الجزائر تحت سن 35 ومصير اغلبهم السجون واخرون طعم السمك القرش الى المتوسط، وان من يقبض عليه يسجن اما في الجزائر او اسبانيا وغيرها. اخبرهم ان من اشترى سكن في 2001 لم يسكن حتى الان. اخبرهم ان تاريخنا مزور وانتخاباتنا مزوره وان العسكر من يحكمنا وان العشريه السوداء هي الدوله التي فعلتها في الشعب وقتلت الشعب. اخبرهم اننا اسوأ من حالكم بكثير في الوطن العربي. اخبرهم اننا ثاني بلد في العالم نطق بالفرنسيه. اخبرهم اننا منا من يتفاخر بلغه المستعمر واننا نتعامل بها على اساس انها اللغه الوطنيه الاولى اداريا وندرس بها. اخبروهم ان الرئيس ومعاونيه وابنائهم يعالجون في الخارج ويدرسون في الخارج ويذهبون سياحه للخارج وان ما يفعلون هنا هو السرقه. اخبروهم اننا لا نعرف مصير 1000 مليار دولار. بالمناسبه ليبيا والعراق وسوريا قيمه اعاده بنائهم هي 360 مليار ونحن 1000 لم نبني بها مستشفى، هكذا جاءت الرسائل. اخبروهم ان بقاء فرنسا هنا 130 سنه كان بسبب الخيانات. اخبرهم ان قبل الاستقلال قام الخونه بتصفيه قاده الثوره والباقي اغتيل بعد الاستقلال لتبقى الجزائر فرنسيه. اخبرهم اننا مستعبدين ولسنا احرارا. اخبروهم عنا ان الوطن يتذكرنا فقط في الخدمه الوطنيه والانتخابات. اخبروهم ان الشرطه تضرب جنود الامس اذا احتجوا واننا اذا قلنا لا للفساد يطلق علينا اياد خارجيه. اخبرهم ان الشرطه تضرب الطالب اذا طالب بحقه وتضرب الطبيب والجندي المتقاعد والمعلم. اخبرهم ان الشرطه راعيه للفساد في الجزائر. اخبرهم اننا نحتل مراتب متاخره في المجال الصحي وان التعليم ومستوى الدخل وخدمات الانترنت متدنيه وهناك من يقارن البلد بنيويورك والسويد والمانيا. اخبرهم ان النظام هو المسؤول الاول والوحيد عن المجازر. السلام عليكم اصدقائي، وصلنا لنهايه الفيديو. نتمنى الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. كما شفتوا معنا في الفيديو، المغرب غادي يبدا رسميا في بناء اكثر من 50 سد في جميع المناطق في المغرب، وكذلك على الحدود بين المغرب والجزائر في مدينه وجده وفي كثير من المدن المتواجده على الحدود بين المغرب والجزائر. وهذا ما تسبب في غضب كبير لدى الكبرانات، فهم لا يحبون أي شيء جميل يقع في المغرب أو أي تقدم للمملكة المغربية. في بلاصة الكبرانات ما يستثمروا الفلوس ديال البترول والغاز في الجزائر، كيتموا كيدعموه بالجزاري وبالسلاح وبالذخيرة. والشعب الجزائري حنا كنشوفو دابا ما لقيت ما يشرب، وكيموت بالعطش وكيوقف في الطوابير على قبل لقمة العيش. المهم الإخوان، ما نطولش عليكم بزاف، نتمنى الفيديو يكون نال الإعجاب ديالكم. ما تنساوش تدعمونا بزر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس باش ديما نقدم لكم الجديد. والسلام عليكم ورحمة الله.